زهقت من الموبايلات المتوسطة اللي أول ما تمسكها تحس إنها بلاستيك؟ طبعا أنت عايز موبايل جديد، وعايز معالج طيارة، وكمان عايز شاشة بتنطق ألوان، وكمان أكيد أنت عايز كاميرا تحسسك إنك مصور محترف. أنا النهاردة يا سيدي جايب لك خلاصة السوق المصري في 2026. جايب لك أقوى الموبايلات في ميزانية ال20,000 لحد 30,000. الموبايلات دي مش جاية تهزر، دي جاية تكتسح. وهنخش على الموبايل الاول، هو ملك الاداء شاومي 15 تي برو. البدايه مع وحش شاومي الجديد 15 تي برو. هيجي هنا السؤال، ليه الموبايل ده تعريف القوه؟ لانه بينزل بمعالج دايمن سيتي 9400 بلس. ده يا صديقي مش معالج، ده مدافع نووي للالعاب والمونتاج. بينزل بشاحن 120 واط، وكمان من 0 ل 100 وقت ما تعمل كوبايه الشاي. هنخش بقى كده على الموبايل التاني اللي هو الاناقه والكاميرات والرياسه. هو الجهاز هونر 400. لو انت بتاع برستيج والشياكة فالموبايل ده معمول ليك. بينزل بتصميم فائق النحافة، وكمان شاشة منحنية من كل الأطراف، وكمان خامات نضيفة وكويسة جدا. هنخش بقى على جزء الكاميرا المخصص للتليفون ده. هنا بقى صديقي اللعب كله في البورتريه. الكاميرات هنا بتطلع البشرة طبيعة جدا، وكمان وأهم حاجة بتديك عزل احترافي. وهنخش على بعده، هو الاستقرار والذكاء. ما ينفعش نتكلم في الموبايلات دي وفعلا ما نذكرش جالاكسي اس 25. هنا انت بتاخد تجربة اس 25 الترا، سعر اقل، وكمان خدمات معدن وزجاج، وكمان يا سيدي مقاومة للماء وغبار حقيقية. يا جدع ده انت حتى السوفت وير هتزهق منه، قاعد معاك تحديثات 7 سنين، وكمان الذكاء الاصطناعي هيسهل كل حاجة في حياتك. قولي في الكومنتات دلوقتي، لو معاك 30,000 هتروح تشتري سامسونج ولا هونر ولا شاومي؟ ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان ينزل لك اول حلقة على طول. وسلام.